يا روايح الكحك، انا بشيل السمنه الفلاحي دي مخصوص علشان الكحك. طلعت السمنه اللي عندي، كنت مخزنه شويه وش لبن كده حلوين، طلعتهم وحطيتهم على النار، استووا سوا جيد جدا. المهم ان المرطه بتاعتي توصل للمرحله دي، مش ممكن ابدا يكون اقل من كده والا تبوظ منك، لازم توصل للمرحله الغامقه دي وما تبقاش محروقه برضو. بصي هنا انا اول ما حطيت اللبن على النار او الوش اللبن على النار، وهبتدي اقلب فيه واسيبه على نار هاديه جدا جدا. انا حاطه شياطه تحت الحله، ما ينفعش النار تبقى مباشره على الحله عشان ما تلسعش، لانها سهله جدا جدا انها تلسع منك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، واوريكي احلى سمنه فلاحي بتعمليها في البيت من حاجه بسيطه جدا. هنا انا بحط معلقه من الملح علشان المرطه بتاعتي تبقى مملحه. انا بحوش وش اللبن يا جماعه، طول السنه بقعد احوش فيه، يعني احوش فيه كيلو 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 كده، واشيله في اكياس في الديب فريزر عندي، وبعدين اطلعه في اي موسم، مثلا اول رمضان، في العيد، في اي اول ما تخلص السمنه من عندي بطلعها. وبعمل كده علشان انا ابقى ضامنه ان السمنه اللي انا هشتغل بيها تكون اصلي يعني. بصي المرطه هنا بعد ما طلعت السمنه وفضيتها، المرطه دي انا طبعا بصفيها من السمنه كويس، وبحط لها ده كيلو من المرطه، بحط له تقريبا كوبايه كبيره من الزيت عشان اضربها في الخلاط. اما تمسك بعد كده هتلاقيها اخت بالظبط المرطه اللي احنا بنشتريها من الفلاحين في السوق، الناعمه الدايبه دي. هي دي والله، بس احنا عاملينها في البيت نضيفه وجيده جدا. وطبعا بنلحيها بالطريقه اللي تعجبك، حادقه شويه او دلعه شويه زي ما يعجبك. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، ويكون الفيديو النهارده عجبك. اشوفكم على خير.